اتكلمت في الفيديو اللي فات أحسن موبايلات بسعر 7000 جنيه. ذكرت فيه الريدمي 13 سي والأوبو اي 38 والريلمي سي 55 والسامسونج اي 05 اس. وأنا عامل لك مقارنة بين الريدمي 13 سي وبين الأوبو اي 38. هنبدأ بالريدمي 13 سي. الموبايل بيجي بتصميم من البلاستيك بالزجاج، شاشة من نوع اي بي اس ال سي دي بحجم 6.74 بوصة. دقة الشاشة 1600 في 720 بكسل. معدل تحديث 90 هرتز. شاشة كبيرة ومناسبة للفيديوهات والسوشيال ميديا. بيجي بمعالج ميدياتيك واليو جي 85. أداء كويس جدا في الاستخدام اليومي، يستحمل معك الألعاب الخفيفة والاستخدام اليومي. بيجي برام 4 زائد 128 أو رام 6 زائد 128. بيدعم كارت ميموري. بيجي بالكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل. بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير، كمل اليوم معاك كامل. بسرعة شحن 18 واط. بيجي بنظام أندرويد. واجهة شاومي ام اي يو اي. عيوب الجهاز ده الشاشة بتاعته مش أحسن حاجة وبيجي بسرعة شحن بطيئة. أما الجهاز الأوبو اي 38 تصميمه من البلاستيك بالكامل بس شكله شيك وفخم. شاشة من نوع اي بي اس ال سي دي. حجم الشاشة 6.56 بوصة. دقة الشاشة 1612 في 720 بكسل. معدل تحديث 60 هرتز. بيجي معالج ميدياتيك جي 85. أداء كويس في الاستخدام اليومي والألعاب الخفيفة. بيجي برام 6 زائد 128. بيدعم كارت ميموري. بيجي بكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل. بطارية 5000 ملي أمبير، بيكمل معاك اليوم كامل. سرعة شحن 33 واط. نظام أندرويد. واجهة أوبو كولر أو إس. عيب الجهاز ده إن الشاشة بتاعته مش أفضل حاجة والكاميرا الأمامية مش الأحسن. لو مش مشترك في القناة اشترك وما تنساش تصلي على النبي.